وفعلا أخويا كلم خطيبته، ووقت العشاء قال أخويا لأمي ترى ولدك بيخطب. كلهم صاروا يطلعون فيني، واللي تقول من هي واللي تقول من سعيدة الحظ، إلين ما قاطعهم أخويا وقال لهم فلانة. وقتها تعالوا شوفوا وجيههم صارت زرقاء قلبت صفراء. قلت خير إيش بك وإيش فيه؟ وقتها نطقت أختي الكبيرة قالت فيك تبغى تخطب فلانة؟ أنت مجنون؟ وأمي عصبت قالت اسمع أنا ما عندي أخواني يتزوجون أخوات. إيش فيكم؟ البنت مثقفة وجميلة ومحترمة، بعدين ترى مالكم دخل حياتي، ولا تخافوا ما راح نزعجكم بنسكن لحالنا وما راح نجيكم إلا بالمناسبات والأعياد. قالت أمي لا يعني لا، والله لو أخذتها ماني راضية عليك، لا دنيا ولا آخرة. ذيك الليلة خرجت ورحت عند واحد من أصحابي. صاحبي هذا متزوج وعنده ولد، لكنه كان مأجر شقة وعايش لوحده لأن شغله في محافظة ثانية بعيد عن أهله. جلست عند المسكين صحيته من النوم، أول ما شافني قال خير يا أخوي إيش فيك؟ أنا لما دخلت على طول انهرت. وقتها جد انقهرت من كلام أمي الله يسامحها. سوالي صاحبي قهوة وجلس يسولف معايا ويحاول يهون علي. نمت عنده أسبوع إلين ما جاء أخويا يطلبني إني أجي عشان أحضر زواجه. وفعلا رجعت اليوم اللي بعده، رحت روقت تعطرت وكنت متحمس عشان أشوف أخت العروس، مع أن فيني كسرة خاطر. لما نزلت عرفت إني أنا اللي لازم أخذ أمي وأخواتي للقاعة. صراحة ما كنت ناوي أكلمهم، لكن أمي سلمت علي وقالت لي يا ولدي أنا آسفة بنتفاهم بس بعد زواج أخوك إن شاء الله. حسيت نفسي مطمن، لكن فيني شعور مو كويس. وصلنا وكان زواج حلو ومنظم. خلص الزواج وراح أخويا شهر العسل. أول أسبوع عدى بعد الزواج أمي ما فتحت معاي الموضوع، بس بعدين كذا وقت العصر نادتني وكان معاها أختي الصغيرة مو متزوجة. قلت لي شوف يا ولدي أنت شغلك راتبك كويسين وأنت ما شاء الله تقدر تتحمل المسؤولية، تزوج. طبعا المرة اللي فاتت ربي ما وفقنا بالحديث وصارت هوشة، بس هذه المرة نبغى نتكلم برواقة وبهدوء ونوصل لحل مرضي إن شاء الله. قلت لها يا أمي أنا من يوم ما شفت فلانة حبيتها وقلبي مرة مطمني وناويها بالحلال، تراني ماني شايف غيرها. أمي يا ولدي أنا أتفهمك، لكن عندنا تقاليد صارمة ما تسمح لك إنك تتزوجها. وجلست أمي تدخل مواضيع ما لها معنى بس عشان أنساها. قلت لها أمي من الآخر أنا حبيتها وما في غيرها براسي، وبر الوالدين إني أعتني فيكم وأغمركم بحناني، لكن مو أسمع لكم وأنتوا تتحكمون بحياتي وأنا إن شاء الله إني ما أخذها. انهارت أمي وصارت تصارخ وتقول الله لا يوفقك هذه نهاية تربيتي لك. رجعت أنا الخويي وجلست عنده يومين إلين ما جاني أبويا قال لي يا ولدي أنا آسف على تصرفات أمك، تراني فاهمك بس تعال معي ترى أمك مشتاقة لك. خذني أبويا وداني الحلاق قال يلا هذه مني عشان تروق. فعلا خلصت حلاقة أخذت شاور رحت البيت وعطاني لبس رسمي وقال لي هذا الولد الحلو البسهم. استغربت ايش السالفة ولبستهم. فعلا جربتهم كويسين حلوين. تعطرت قمت استعرض قدام أبويا. قال لي أبويا يلا. قلت له وين؟ قال بتعرف. رحنا ووصلنا بيت مألوف، كان بيت صديقة أمي المقربة، والبيت كان فيه أغاني ويعني كان فيه زواج. قلت لأبوي إيش ذا زواج؟ طب كان قلت لي. قال أبوي والله آسف يا ولدي لكن ترى اليوم يعني خطوبتك. قلت والله ما أدخل. جلس يجرني أبويا في الشارع إلين ما جاء أخويا وزوج أختي وشدوني معاهم غصب. قل لي أبويا لا تفشلنا لا تفشلنا يا ولدي الله يحفظك. كلهم يطالعون فيني